ودلوقتي فقرة الثقافة القانونية، وبنكمل كلامنا عن جرائم النصب. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا بقى منتشر بشكل كبير جدا خصوصا في مصر، وهو النصب الإلكتروني. ومعانا دلوقتي الأستاذ محمود شعبان، وهو الخبير القانوني والمحامي بالنقد. أهلا بيك يا أستاذ محمود. محمود نورتنا، يعني سعيد بالوجود معاك المرة الثالثة أو الرابعة. بس محمود، عايزين في البداية نفكر الناس كده سريعا بالنصب الإلكتروني والتعريف القانوني ليه. احنا قلنا باختصار شديد في الحلقة اللي فاتت ان بالنسبة للنصب عامة بيكون الشخص اللي هو النصاب له يعني قدرة عالية قوي في الذكاء، عنده مقدرة شديدة جدا في استعمال طرق احتيالية كتيرة جدا، ومش بتقف عند فقط ان هو يبقى راجل ذكي، ده بيختار كمان الضحية بتاعته عن طريق دراسة وعن طريق تفكير وتمعين، يعني بيكون مظبط الأمور وبيستعمل وسائل متعددة ومتنوعة، وقلنا ان القانون فتحها للقاضي انه يختار منها. بالنسبة للجزء الحالي اللي هو بالنسبة للنصب الإلكتروني اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، النصب الإلكتروني فيه حاجة أعلى وأعمق. إن النصاب احنا قلنا إن هو ذكي جدا، كرس ذكائه في الإجرام، ما بقاش فرد بس، ده بقى فرد ومؤسسة وشركة عالمية، يكون شخص بره مصر خالص وبره البلد مكانه غير معلوم. تمام. بيقدر وهو موجود في المكان دهوت ان هو عن طريق شركته وعن طريق التنظيم اللي هو عامله بعد دراسة سلوك واحتياجات شعب مثلا، ودايما بيبقى الدول النامية بتبقى هي دي محط أنظارهم لاحتياجهم للثراء السريع وبنقول التفكير. فيبتدي عن طريق ذكائه اللي بيستعمله في الإجرام انه يستحصل على بعض الوسائل، انه يحصل على أموال من الناس باستعمال طرق احتيالية، ولكن هنا عن طريق التقنيات الحديثة، عن طريق الانترنت، عن طريق الفيسبوك، عن طريق الموبايل، عن طريق حاجات كتير. وغالبا الشخص النصاب، عشان احنا لازم نتنبه للنقطة دي كلنا على فكرة، ده دارس سلوك كويس قوي. الحاجات اللي هنتكلم عن النصب الالكتروني، شباب متهافت، الناس عايزه تبقى عندها ثراء سريع، عندها طموحات، عايزين نكسبوا. لا، ثراء سريع من غير اي مجهود، بدون اي مجهود. ما هنا بقى ايه، ما هو دي دايما احنا نقوله ايه، النصاب بيبحث عن الضحيه التي تنظر الى الثراء السريع بدون مجهود، ومش كده وبس، يبقى يعمل اي حاجه ويكسب. طيب استاذ محمود، عايزين نتكلم اكتر عن اشهر القضايا المتداوله في الوقت الحالي المتعلقه بالتسويق الشبكي والتسويق الهرمي. انا بس هقول لحضرتك في اخر جمله بالنسبه ازاي بتحصل، بس عشان الناس تتنبه بس الحته دي، وهنقل على حضرتك. البريد الالكتروني دايما بيجي لنا في البريد الالكتروني، وهي كلمه السر في الموضوع، تيجي رساله حضرتك فزت بكذا، وعشان خاطر يحفزك اللي انت تعرفي ايه الموضوع، حضرتك بتفتحي الرساله وتلاقي في رقم تليفون، بتتصلي، بيحصل تواصل، يقول لك والله انت كسبتي جايزه قيمه جدا، بس اتواصلوا عن طريق ده اكبر نصب في العالم. فايه، ابعتوا مثلا تحويل مبلغ عشان نقدر نبعت لكم الهديه عن طريق كذا. دي احدى الصور المهمه اللي هو البريد الالكتروني في كل العامل المشترك في قضايا النصب الالكتروني كلها. تمام. هنرجع للحته اللي حضرتك بتقولها لي، اشهر القضايا. احنا عندنا قضيه اخيره ممرضه السويس في الفتره الجايه، تسويق برضو شبكي. وعندنا بقى حاجه خطيره جدا، انا عايز انبه عن طريق برنامجنا بحاجه جامده قوي اليومين دولت، بس الناس مش اخده بالها. انا عايز انبه الناس كلها. بيجي حد يتصل بحضرتك كده او بيا، ويقول لي والله احنا جت عن طريق واحد اعرفه كويس، وصل له عن طريق البنك في حسابه مبلغ كبير جدا يصل الى 60 مليون دولار مثلا، واحنا عاوزينك يجي يقول لي بقى ايه، ودي والله منتشره فعلا، ايوه ده ناس كتير تقع فيها، وعاوزينك انت تكون الوسيط عشان تخرج الفلوس عن طريق تطرق الفلوس. ويبتدي بقى ايه، مش كده وبس، دايما بيبتدوا يمسكوا حاجه ورق مزور وفي حساب، وممكن حضرتك يبقى في رقم وينتهزوا فرصه ان الحساب ده مش موجود، مش هقدر انا اطلع عليه في البنوك لسريه البنوك، فما اقدرش احصل، فاقع فريسا. يقول لك ايه، طب انا هديك 60 مليون، طب اديني 2 مليون او مليون او 100,000 ضمان ان انت تصرف وتديني الفلوس. نقع كده في عمليه نصب، وما اقدرش اثبتها وما اقدرش اوصل لاي حاجه خالص. دي وسيله حديثه في اليومين دول. ده كمان كان في الفتره الاخيره دي ظهروا بعض الناس اللي اتاحلوا اسماء شخصيات كبيره، مثلا من عائله القذافي او الى اخره، من اللي حصل، العائلات اللي حصل ضدها ثورات في الدول العربيه، يعني ويقول لك انا فلانه بنت فلان وانا مهاجره دلوقتي او مش عارفه، وعندي فلوس عايزه اطلعها وعايزه حد يساعدني، بقى كتير. بالظبط. وهديك حاجات تخرجها لي. يعني بقى انتشرت جدا برضو القصه دي. ده بقى القصه ديت، ودي انتحال الصفه، قلنا ان دي احدى الوسائل المهمه جدا في اثبات النصب.
لان احنا قلنا الكذب المجرد ان بيكذب ما فيش نصب، واحد بيقول كلمه صدقتها خلاص، انما باستعمال الوسائل ديت طبعا في نصب. بالنسبه للتسويق الشبكي بقى حضرتك اللي هو منتشر جدا اليومين دولت، وهي القضايا اللي هي على الساحه الكبيره اللي مكسره الدنيا. حضرتك اللي عايز اعرفها يعني ايه، في دي فيها نوعين اتنين مهمين مشهورين قوي. التسويق اللي هو الهرمي، بتيجي حضرتك شركه اجنبيه صاحبها موجود في الخارج، تمام، بيجي بيعرض منتج معين لمشتري مصري. انا هتكلم على مصر، هو في دول العالم كلها بس انا اقول ايه في مصر. فيجي يديله ساعه مثلا او سوار طاقه ملوش اي قيمه غير $50 $30 $100. نيجي حضرتك الواحد بيشتريه بمبلغ آلاف الجنيهات. ده زي يعني غسيل اموال كده للشخص. لا انا هقول لك، اصل انا هنا مش عايز اتدخل في الامور، لان انا هتكلم النهارده عن النصب، لان فعلا النصب هيقترن بتزوير وي وحاجات كتير. بس انا عايز اتكلم النهارده في النصب فقط. والله انت تمام، بس انا هتكلم في موضوع النصب. النصب دلوقتي اما انا بشتري الساعه ديت ما بشتريهاش عشان انا محتاج الساعه ديت، انا بشتريها بمبلغ 5-6,000 جنيه وهي لا تساوي اكتر من 100-200 جنيه. فانا بشتريها على اساس في وعد اخدته من الشركه الاجنبيه، والراجل اللي حاطط رجل على رجل في سويسرا والفلوس بتجيله من الدول وهو قاعد كده هوت، ونيجي يستغل حاجه شخص طموح او فقير عايز يبيع حاجات عشان يقدر يشتري الساعه اللي ملهاش لازمه، على امل ان الشخص ده لما يشتري الساعه دي او سوار الطاقه او غيرها من المنتجات اللي ملهاش لازمه، بيجي يوعدوه ان هو عن طريق برضو الانترنت ان هم هيحصلوا على مبلغ مقابل زي كوميشن من الشخص اللي هيجيبه. فيجي مطلوب منه شخصين يدخلهم، فياخد من كل شخص عشان يدخله مثلا $15-20 بالاضافه الى الكوميشن بتاعه. يبقى انا من مصلحتي اللي انا اتعاملت مع الشركه اللي هناك اللي انا ادخل اكتر من حد، واللي بعدي لو جاب انا باخد من ده ومن دوت تخيل بقى حضرتك ابتدت سلسله، انا بجيب 2 و2 بيجيبوا 4 و4 بيجيبوا 8 الى حاجات ايه. لو بصينا للتسلسل ده نصب ليه؟ هو الظاهر طب ما هو في سؤال يقول لك طب انا اشتريت ساعه، انا ما اتنصبش عليا. ده في حاجه كمان مش شراء، ان انت نوع جديد من تسويق شبكي موجود، وده بقى غير الشراء كمان عشان يضحكوا على الناس اكتر. انت هتدفع في البدايه مبلغ $100 وهتدخل على سايت معين هتتفرج على اعلانات. بعد كده انت بتجيب ناس تحتك، الناس تحتك بتدفع برضه $100، انت بتاخد نسبه منها وبيتفرجوا على الاعلانات، فانت عملت نفس الفكره وبتاخد كوميشن عن البوينت اللي هم بيجيبوها بتتحول لك لفلوس وهكذا يعني. فواضح ان يعني المساله بقت ليها اشكال مختلفه كمان. دي القضيه اللي هي المشهوره جدا دلوقتي اللي صاحبتها محبوسه حاليا، انا كنت هتكلم عليها بعد دي على طول. بس يمكن انا الانتشار اتكلمت على الشركه الاولانيه على اساس ان انا كنت عايز انبه على التسلسل الشبكي الكبير في المقتنيات، لانها دي لغايه دلوقتي مفيش حد مسكها. يعني الموضوع انا بحذر منها ليه؟ لان هتصل فيها نصب برضه. قبل ما اقول لحد ان التسلسل من 1 ل2 ل3 هيصل الى درجه اشباع السوق او عدم مقدرتي اللي انا اسوق، يبقى انا كده وقعت في نصب محقق واصبح في نصب، ودي مشكله. الموضوع الثاني اللي حضرتك بتقول عليه دي فعلا ده بقى موضوع وقع فيه عشرات الالاف من الناس في مصر، وقضيه مثاره حاليا ومشكله كبيره. ان انا بشترك بمبلغ $350 تقريبا او ما يعادل 2100 جنيه لشركه متعاقده مع شركه اجنبيه ملهاش هويه غير انها بقى لها 2-3 في السوق، وتبتدي الشركه ديت بتمنحني عن طريق الترويج الاعلاني بوجود اسئله معينه، 10 اسئله اجاوب عليها ينزل لي $20. انت عارفه حضرتك ايه اللي حصل؟ الناس بتدفع 2100 جنيه، الشركه بتاعت مصر بتاخد جزء وبتدي الباقي للشركه الاجنبيه. يجي الشخص اللي اشترى. يعني استاذ محمود، يعني هل النوع ده حضرتك بتقول عنه هل هي جريمه قانونيه، مع ان في شركات لحد دلوقتي من النوع ده ولسه شغاله ولسه موجوده ولسه مفتوحه لحد دلوقتي؟ في فرق. انا عايز يعني انت نقلتيني من حته مهمه، ولكن حاجه سؤال لحضرتك مهم جدا. الشركات هنا دي لازم افرق ما بين امرين. ايوه، اذا انا هتعامل مع شركه بتبيع لي منتج، المنتج ده سعره انا بشتريه واقدر اسوقه بمبلغ مناسب للقيمه، يعني مثلا ساعه ب 500 جنيه بيديني فرصه ان انا ابيعها ب 700 جنيه او كذا، الشركه ديت بتكون لها تاريخ، دي شركه سليمه. وده اصل التسويق الشبكي في العالم. ان هو بيقوم على هذا الموضوع، ان انا بشوف جهاز كمبيوتر، بشوف ساعه، بشوف سلعه او خدمه فانا دي ما فيهاش مشكله طالما انا مش هسدد المبلغ الا لما اخد الحاجه وفي نفس الوقت. طب ما هو برضه في شركات برضه مشاهده اعلانات وتسويق عن طريق الاعلانات وتسويق شبكه عن طريق الاعلانات وشغاله برضه لغايه دلوقتي. ما هنا بقى دور حضراتكم المهم جدا، دور الاعلام الخطير.
وفي ظل قصور شديد جدا حاصل، ان احنا لازم ننبه ان هنا في نقطه مهمه. انا بدفع المبلغ ده ليه؟ انا بدفع بطلع العمله الصعبه في البلد بتاعتي والدولارات ليه؟ ولا في خدمه، يعني انا ما باخدش اي حاجه. دي هنيجي في الاثار بتاعتها في منتهى الخطوره على اقتصاد البلد. بس انا عايز اتكلم حضرتك ان انا بقى ازاي. طب انا عايز حضرتك سؤال هنا، هو ده ملوش ادانه وليه ما في ملوش ادانه؟ عايز اعرف حضرتك ده. بس في نقطه عايز اوضح لحضرتك، ان انا عندي اصدقاء بيشتغلوا في الموضوع ده. يعني هو بصراحه واحد بيجي له شهريا 3 و4000 جنيه من الهوا. هو في الاول دفع $100 وبعد كده كل دور ان هو يقعد ربع ساعه يوميا على النت يتفرج على اعلانات. ولو جاب اي حد هو بياخد نسبه عليه في اخر الشهر ولما الشركه حضرتك تطلع بقى زي شركه مش عارف اسمها لا بس اقصد ان في ناس دون ذكر اسماء هيحصل ايه؟ هيقعد كل الشبكه دي كلها اللي هي التسلسل الشبكي ده كله هيلوم بعضه. يعني انا همسك حضرتك اللي دخلتني وحضرتك حتى وهنخش في سلسله. المشكله عندي مش في كده، المشكله الاثار اخطر. يعني في جرائم متلاحقه بس انا عايز اتكلم في النصب بس. قبل ما ندخل على الاثار، يعني انا بس اللي فهمته من حضرتك ان في نوعين، التسويق الشبكي والتسويق الهرمي. التسويق الشبكي بيكون برضو على شكل هرمي، بس في فرق ما بين الاثنين. يعني في شركات اللي هي بيكون ليها سلعه وبيكون ليها خدمه، ده الهرمي تمام. اما تسويق اللي هو الشبكي أيوة. لا، الاخر التسويق الآخر الهرمي بيكون سواء اعلانات او خلافه، اللي هي دعايه اعلانيه لمنتج معين. انا بدخل باشتراك معين زي ما فاروق قال، اشتراك معين بديه للشركه اللي هي في مصر، وبتقتطع هي جزء وبتمنحني. انا بدخل بدي الفلوس دي ليه؟ ما انا ادوني فرصه صغيره ان انا باخد المبلغ، بدخل حد معايا باخد عليه فقط $15 بالاضافه الى ان انا كل ما ادخل حد وتحتي حد انا بفضل يجي لي. بالاضافه لو انا جبت ال10 اسئله اللي هم بيحطوها ديت اللي هي ملهاش لازمه ديت وجاوبت عليها باخد $20 كل اسبوع من غير اي مجهود. تمام كده. فاصبح انا دلوقتي من المصلحه ليا اللي انا ادخل تحتي ناس، والباشا اللي قاعد بره الراجل الاجنبي اللي عماله تتدفق عليه الفلوس ما بيخسرش اي حاجه، وساعه لما تحصل حاجه يروح لاغي الموقع وانتهت القصه. طب انا بتعامل ازاي؟ بنروح للشركه بدفع المبلغ ده مقابل زي كارت خدش كده زي بتاع الموبايل. بدخل على الموقع بيتعمل لي اكونت. الاكونت ده بجاوب على الاسئله ال10 اسئله ديت بينزل لي تلقائيا $20. فجت الشركه اللي حصل معاها ايه؟ ان الشركه الام ما سددتش للافراد الاعضاء لمده 2-3 مبلغ اللي هم بيطلع لهم. فابتدى حد يسال يشتكي واثنين يشتكوا و3 يشتكوا، راح جايه الشركه الام اللي هي النصابه الاصليه قفلت الدنيا ووقعت فيها. هي المشكله كمان هي الفلوس مش بتنزل لهم كفلوس سايله، او بينزل له بوينت. البوينت دي بتتحول لفلوس عن طريق بنك الكتروني، والبنك الالكتروني دوت بيبتدي يحولها لفلوس فعلا عن طريق شركه تحويل اموال، وشركه تحويل اموال بتبتدي بقى بره تبعتها لك لحسابك هنا. فلفه طويله جدا يعني في الهوا. يعني المشكله كمان البنوك دي تبقى معروفه يعني وليها اسمها. انا كل المشكله مش في البنوك، انا مش البنوك دي بتتغذى بفلوس. المشكله كلها بالمصدر اللي بيجي. اتوقفت الفلوس، طب انا هعرف اوصل همسك الراجل فين ده؟ مين ده؟ وعن طريق مين؟ وشخصيه مين؟ هنا انا بتعامل مع الهوى، بشتري الهوى وبرجع اللوم على اللي هو الراجل المثقف العادي اللي هو بيدفع. ده ايه؟ في ناس حضرتك دفعت 70 و80 و100 ألف جنيه ازاي؟ عايز ياخد اكتر من $20 فيشتري اكونت تاني ويشتري تالت وابتدي يدفع مبالغ كبيره جدا. ودلوقتي كل الفلوس راحت ويمسك في اللي قبله واللي قبله يمسك في اللي بعده، ويبقى اتقلب السلسله دي من راجل مجني عليه الى مجني عليه بالنسبه للي فوق ونصاب للي تحت. ولو ان هو ما فيش نصب لان هو في انعدام قصد جنائي ليه. يعني. طيب استاذ محمود، مسؤوليه بقى الشخص صاحب الشركه اللي روجت لفكره التسويق الشبكي والاعضاء كمان اللي موجودين. تمام. هنا بقى هنفرق ما بين امرين. صاحب الشركه اللي هي اتعاقدت، اذا كان التسويق عن طريق زي ما فاروق قال المبلغ بيتحط وهو عامل تعاقد مع حد اجنبي او هو الوكيل المنتظر، هنا مشكلته طبعا نصب. دي مش عايزه كلام، لان انا بروح له بحصل على الحاجات اللي هي الطرق الاحتياليه اللي انا اشتريت بيها، فهو اصلا مسؤول قدامي. مش انا اتعاملت زي الساعه اللي انا بروح لشركه انا ما اعرفهاش مين. انا بتكلم هنا على ده. طبعا دي مسؤوليه ان في نصب، ويقدر طبعا انه صاحب المكان دوت ان يثبت ان هو وقع ضحيه او كان ان هو قصده الجنائي مش موجود. ده موضوع تاني. انما طبعا الشكل العام بالمظاهر الخارجيه بالشكل العام هو اللي بيوحي للناس، طبعا ده يقع في النصب. اما بالنسبه للاعضاء، انا حد دخلني
فانا دلوقتي اتنصب، لقيت الفلوس راحت، فبرجع عليه ببلاغ. طب الراجل ده هيقول طب ما فلان قال، هنفضل بقى نجيب نفسنا كلنا على بعض. طيب هنا في سؤال ونقع في مشكله دلوقتي. بس القصد الجنائي هنا غير متوفر اذا ثبت حسن النيه. طيب ما هو عشان حسن النيه اسالك سؤال، انا مثلا رحت دفعت $100 دي للشركه وقعدت سنه اخد فلوس، هم فعلا سنه كل سنه بيحولوا لي فلوس 3000 جنيه شهريا 4000 جنيه شهريا، وبعد السنه دي جيت نصب عليا او مثلا ما بقوش يحولوا قفلوا، هل هنا الشركه دي تبقى نصابه برضو ولا تبقى موقفها ايه؟ ما انا هقول لحضرتك المشكله ان انا ايه، انت بتتكلم على ايه، الجيل الاول او الثاني، المستوى الاول والثاني والثالث والخامس، انما في 12 13 جيل اللي هي القاعده العريضه، ما هم دولت مبنيين علينا، فده ممكن يكون ما لحقش ياخد، اصبح ده ما هنا اللي هي اسمها تشبع السوق، اللي انا مش قادر ادخل حد تاني. السوق اتشبع، بقينا كلنا الاعضاء بقينا كلنا مندوبين، يعني احنا اصبحنا كلنا مندوبين، استغرقت القصه كلها. فانا بالنسبه لي عشان هدخل كل دول في دايره الاتهام وهم معذورين ومظلومين، وفي نفس الوقت هم طماعين برضه، يعني داخله في طمع لان ما بيعملوش حاجه بالظبط. في نفس الوقت هم بيعتبروها وسيله مشروعه وهي حرام شرعا، يعني هي في دار الافتاء افتى بيها انها في حرمانيه شرعيه فيها. ده حقيقي. دي حقيقه. طب دلوقتي انا تضررت بشكل كبير جدا من النصب الالكتروني، المفروض انا دلوقتي اعمل ايه؟ ايه الاجراءات القانونيه اللي المفروض اعملها عشان احمي نفسي ويعني احاسب الشخص اللي ضحك عليا؟ انا هنتكلم على ايه، على صاحب المتعاقد الاصلي اللي هو زي ما تقول الشركه الوكيله عن الشركه الام. هنا انا اقدر طبعا طالما لها مقر وان هي في شخصيه معروفه. هي سجل تجاري؟ نعم، المفروض يكون ليها سجل تجاري. هنا انت رائعه في هذا السؤال. المفروض انا بالنسبه لي كراجل بحط فلوسي لازم او انا قلته المره اللي فاتت، لان لازم ابحث عن هذه الشركه واشوف هي فعلا لها مشهره ولا لا. لو هي كده فهي بتقع طبعا في مساءله قانونيه كبيره جدا، والغير كده برضه هتقع في نفس المساءله. بس انا هرجع في نقطه الاثبات، عبء الاثبات، عبء الاثبات عليا انا كواحد بيتنصب عليا في حاجه الكترونيه، هقدر اثبتها ولا لا؟ بالظبط. وهنا المشكله في مصر ما فيش غير حوالي 25 شركه بس اللي ليها سجل تجاري، لكن الشركات الثانيه مش معروفه اصلا. انا هجيبها ازاي؟ ولو انا جبتها وانا قلت ان انا ضحيه زيك بالظبط، يعني انا بشترك معاك، انا نفس ضحيه بالظبط في الموضوع هنا هو يعني كبير. بس انا اقدر ان انا اقدم كل ما لدي من وسائل الاثبات، كلها وسائل اثبات. اقدر ان انا اكون الانفويس، الفاتوره الموجوده، اقدر ان انا الكروت اللي انا باخدها من الجهه، اي شهاده الشهود، اي نوع من درجات الاثبات لابد ان انا استغلها عشان ما تضيعش مني الفرصه اللي والا حقي هيضيع. وعليا ان انا اتقدم ببلاغ الى النيابه العامه واقدم ادفع ادعي مدني بمبلغ معين عشان اقدر احصل على المشكله ان انا ببقى جاني ومجني عليه، يعني ببقى اثنين مع بعض. هنا المشكله، هنا مشكله. وخدي بالك برضو انت قلتي نقطه ان الموضوع مش نصب فقط، ده داخل فيه حاجات كتير قوي، يعني في اضرار بتحصل. يعني انا اشتريت ساعه مالهاش قيمه، دي هنقول ضرر داخل ليا انا فقط. لا، او حضرتك انا دفعت مبلغ وخسرته. الموضوع اعمق من كده. في ايه بقى حضرتك؟ ان انا المبلغ اللي انا بدفعه ده غالبا ما تشترط الدول اللي هي الشركه الام انها تبقى بالدولار، فانا بطلع من اقتصاد البلد بتاعي عمله صعبه بحولها. طب هنا ايه العقوبه يا استاذ محمود؟ العقوبه في ايه؟ ما هي المشكله ان انا هرجع للعقوبه في النصب. اثبت ان غير انا كافيه. لا، العقوبه غير كافيه. ليه غير كافيه؟ الاول النصاب كان بيتحكم عليه ب3 سنين، وهي تزيد عن كده، عقوبه الحبس بتزيد عن كده. بس دلوقتي الموضوع بقى اعمق من كده، ده اقتصاد بلد بيتدمر، اشخاص بتفلس، اشخاص يا عيني حاطه كل طموحاتها وبتقع. العقوبه ايه؟ انها تبقى حبس تصل الى 6 سنين لغايه 6 سنين، وبعدين بطاله بتنتشر وناس قاعده في البيت عايزه تاخد حاجات كتير جدا. حضرتك بقى الاثار السلبيه لهذا الموضوع يعني لا الدوله، الموضوع كبير اقتصاد جدا. الدوله، الموضوع كبير. زي الشعب الالباني برضه تضرر بشكل كبير. اقتصاد الدوله بينهار. موضوعنا كبير واكيد هنحتاج له قعده اكتر. فكره التسويق الالكتروني موضوع كبير فعلا. استاذ محمود شعبان الخبير القانوني والمحامي بالقضاء، بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده وعلى المعلومات اللي قدمتها للشباب. يا رب ناخد بالنا كلنا يا شباب، ومحدش فينا يحاول يتنصب عليه تاني، وما تطمعش ان انت هتاخد فلوس كتير فما تبقاش طماع، يعني اشتغل وهات فلوس احسن. ميرسي جدا ليك شباب. بعد الفاصل محطات للفن المعاصر، خليكم معانا.